السلام عليكم ورحمة الله. من ساعة ما بدأت الكونتنت يا جماعة الخير والأسئلة دي بتيجي: انت مين؟ تعملي ايه؟ انت خريجة جامعة ايه؟ انت خريجة ايه اصلا؟ كلية ايه؟ طيب انت معيدة في جامعة ايه؟ مرة خلتوني معيدة جراحة، ومرة كنت معيدة فارماكولوجي، ومرة كنت معيدة اناتومي او هيستولوجي. فيا جماعة، بسم الله، أنا بكل بساطة اسمي ياسمين، طالبة في الفرقة الخامسة كلية طب بيطري جامعة بدر. أنا مش معيدة، أنا لسه ما اتخرجتش، يا رب أتخرج السنة دي. طيب، إيه اللي أنا بعمله؟ بكل بساطة أنا من الناس اللي لما بتمشي طريق والطريق ده بيكون صعب عليها نوعا ما، بحاول إن أنا أيسر اللي أنا مشيته أو قطعته حتى لو كان خطوتين على اللي بعدي، لأني أنا عارفة هي صعوبته قد إيه، فما فيش داعي إن إحنا نفضل مصعبين. كل الفكرة إن الحمد لله السنة اللي فاتت إحنا شرحنا فارماكولوجي، ولله الحمد الفيدباك كانت حلوة جدا جدا جدا. يعني أنا صراحة فوجئت بيها، إنه في ناس بعتت لي قالت لي: ياسمين، الامتحانات حتى في العملي، ياسمين امتحانات كان جت من اللي انتي قلت لنا عليه. ياسمين، احنا كنا قاعدين في اللجنة وصوتك كان بيتردد في ودنا، وكنا الحمد لله عارفين نحل. فقلت الحمد لله، خلينا نعمل حاجة جديدة السنة دي. الحمد لله بدأت أناتومي وفسيولوجي، أنا ما بدأتهمش كمادة علمية. الفكرة إن أنا بدأت فيها معلومات مهمة كل حد فينا. أنا مؤمنة إن الطبيب البيطري أو أي طبيب عامة ما ينفعش يتخرج إلا بالبيزكس، والبيزكس بالنسبة لي أناتومي وفسيولوجي. آخر 3 فيديوهات نزلوا كان أول حاجة للسيركيوليشن، تاني حاجة كانت لليورينري سيستم، والتالتة والأخيرة كانت الأناتومي بتاع البون. طيب، أنا شرحتها وحاولت أقولها بأبسط طريقة ممكن تتقال علشان طالب أولى وطالب تانية يفهموها. فهي حاجات المفروض إن هي بتتاخد في أولى وتانية، أنا النهاردة في 5، فأكيد في معلومات ناقصة، أكيد في معلومات مش واضحة قوي، فيلا نكملها. وكملتها معاكم عشاني في أولا وعشانكم، علشان أحاول أيسر زي ما قلت أو أسهل الطريق على اللي بعدي، لأن فعلا المحتوى البيطري بصراحة يعني قليل جدا. وأنا مش فاهمة هو كان قليل، هو ليه قليل كده يا جماعة؟ هو ليه قليل كده يا جماعة بجد؟ ليه؟ احنا عندنا دكاترة، يعني دكاترة عظماء يعني. بس فقلت يعني بما اني منكم طالبة، فحاول ان انا والطالب بيفهم من الطالب اكتر، فحاول ان انا اباصي المعلومات اللي انا باخدها، بس لا اكثر ولا اقل. فانا مش معيده وانا مش خريجه، هتخرج السنه دي يا رب اتخرج، وانا مجرد طالبه. فاعمل فولو واعمل لايك عشان انت هتستفيد جدا 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 صراحه، لان انا بجد حاولت اشرح المعلومه باكتر طريقه مبسطه ممكن توصل، وان شاء الله هنكمل باذن الله. يعني ادعولي وقولولي لو في اي توبك عايزيننا نتكلم فيه، نعمل كده ان شاء الله. بس كده، السلام عليكم.